النادي الإفريقي يشهد تحولا هاما في صفوفه مع انتقال المدافع علي يوسف إلى فريق نيس الفرنسي. الصفقة التي أبرمت مؤخرا بلغت قيمتها حوالي 2 مليون دينار تونسي، حيث تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته وحصل على حوالي 200,000 دينار كنصيبه من الصفقة. وقد سافر علي يوسف برفقة وكيل أعماله رضا الدريدي إلى باريس في خطوة تؤكد أن الصفقة أصبحت رسمية وليس مجرد اختبار، علما بأن عقده يحتوي على بند تسريحي بقيمة 600,000 دولار يتيح له إمكانية الرحيل بسهولة. في الوقت ذاته بدأ النادي الإفريقي البحث عن بديل مناسب لتعويض رحيل علي يوسف، حيث تبرز عدة أسماء على الساحة، أبرزها اللاعب عابد سيدي قائد فريق البنزرتي، والذي يتميز بالصلابة الدفاعية وروح القتال العالية. عابد سيدي لاعب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، وقد تم استدعاؤه لمنتخب السنغال تحت 23 سنة، وتطالب إدارة ناديه بمبلغ يقدر ب1 مليار دينار تونسي، وهو مبلغ معقول وفقا لإمكانيات اللاعب. بالرغم من ذلك، هناك بعض الآراء المتباينة حول إمكانية عابد سيدي في تعويض علي يوسف بالكامل، إذ يرى البعض أن أسلوبه يعتمد على القوة البدنية أكثر من التقنية، بينما تشير مصادر أخرى إلى وجود أسماء أخرى مثل نادر الغندر وألفونس أوميجا وآدم طويس كخيارات محتملة لتعزيز خط الدفاع. هذا التحول في صفوف النادي الإفريقي يأتي في وقت حاسم من الموسم، حيث يسعى الفريق إلى تعزيز صفوفه للحفاظ على مستواه والمنافسة بقوة في البطولات القادمة. في سياق متصل، يثير وكيل أعمال علي يوسف رضا الدريدي الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية، خاصة مع تاريخه في التفاوض على انتقالات بارزة للاعبين في النادي الإفريقي، ما يطرح تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على مستقبل اللاعبين والنادي. في النهاية، تبقى الأيام القادمة كفيلة بتوضيح الصورة النهائية للصفقة وتأثيرها على مسيرة النادي الإفريقي، مع ترقب الجماهير لما ستسفر عنه التعاقدات القادمة ومدى قدرة الإدارة على بناء فريق قوي ينافس على جميع الأصعدة.